تشيلسي على الرغم ان هي موجوده دلوقتي في كاس العالم وتشارك في منافسات كاس العالم للانديه، الا ان هم مش ناسيين الصفقات. الاداره بتعمل حاليا على انهاء بعض الصفقات، اما جواو بيدرو ان هم بيحاولوا ان هم يتعاقدوا معاه ويحاولوا ان هم يسبقوا فريق نيوكاسل في مستوى التعاقد بتاعه، والناحيه الثانيه بيحاولوا ان هم يحطوا الرتوش الاخيره على صفقه جيتنز للانتقال الى فريق تشيلسي. فعندنا كلام وتفاصيل في ميركاتو تشيلسي. بس طالما وصلك الفيديو لايك، اشتراك في القناه، فعل زر الجرس، مهمين جدا، وسيله دعمك الوحيده على يوتيوب. واليوتيوب ان المحتوى ده كويس وبيرشح الحلقات لناس ثانيه. ويعني كنت طلبت منكم امبارح ان احنا نوصل 5000، الحمد لله احنا عدينا ال 5000 وبقينا 5100 تقريبا. فيعني السبسكرايب بتاعك برضو بيفرق معانا وبيخلينا نعمل محتوى اكتر. عندك اي كومنت اكتبه في الكومنتات، وان شاء الله ما فيش كومنت هيتكتب على الفيديو ده انا مش هرد عليه. تعالى يا صديقي نبدا مع بعض التفاصيل واحده واحده. اول حاجه عايز اقول لك عليها ان حاليا تشيلسي في محادثات مع فريق برايتون من اجل انضمام جو بيدرو. الحقيقه برايتون عايز 60 مليون، ويمكن ده لما نيوكاسل قدم العرض بتاعه اترفض امبارح تقريبا او اول امبارح اترفض، لما نيوكاسل كان عاوز ان هو يدفع في سكه 50 مليون تقريبا، فالعرض اترفض. ونيوكاسل حاليا بيحاول ان هو يجهز عرض تاني عشان يدفع 60 مليون من اجل انضمام جو بيدرو اللي بينافسه مين؟ فريق تشيلسي. فريق تشيلسي لما تيجي تتكلم على صفقه جو بيدرو كصفقه جو بيدرو، هي صفقه مقبوله، صفقه كويسه، صفقه تقدر ان هي تدي لك لقدام. تعال نقسم الموضوع جزئين. الجزء الفني، اللاعب فنيا كويس جدا، اللاعب فنيا على مستوى ارضيه الملعب لاعب ممتاز على مستوى ارضيه الملعب، لاعب لسه صغير في السن. في الحاجات الحلوه اللي كل تشيلسي بيحبها او اللي اداره تشيلسي بتحبها: اسمراني، صغير في السن، وكمان شعره طويل. فده المواصفات تقريبا اللي اداره تشيلسي بتشتري بيها. فالراجل 23 سنه، فنيا ممتاز جدا، بيلعب في اكتر من مكان، ممكن يلعب في سترايكر صريح، ممكن يلعب في مركز 10. نفس المواصفات دايما اللي انت تلاقي فريق تشيلسي بيدور عليها، ان هو بيجيب لاعب بيلعب في اكتر من مكان. وبالمناسبه لو اتزنقت له في مركز الجناح هيأدي لك في مركز الجناح عادي جدا. بيلعب الهاي بريشر بتاعه كويس جدا جدا، كمان الراجل بياخد تمركزات كويسه. اكتر نقطه مميزه كمان فيه كانت في الموجوده في الموسم اللي فات، بياخد ضربات جزاء. يا جماعه الواد ده واخد 3 ضربات جزاء في الموسم اللي فات، واخد 3 ضربات جزاء في الموسم اللي فات لوحده. يعني اللي هو صباح الفل، بسم الله الرحمن الرحيم، انا جاي اخد ضربه جزاء وتمام. اخيرا اللي كان ملبسها الفريق ارسنال لمدافع ارسنال. فالراجل اللي انت بتتكلم على مستوى هو داخل ارضيه الملعب بيدي لك فني كويس جدا جدا. شارك في 27 مباراه، منهم 23 مباراه بداهم بشكل اساسي، كان جاله طبعا اصابه في الموسم اللي فات. متوسط دقائق اللعب بالنسبه له 72 دقيقه في كل مباراه، ودخل فريق الاسبوع 4 مرات في الموسم اللي فات. في ال 27 مباراه قدر ان هو يجيب 10 اهداف، والكلام ده على مستوى البريمير ليج. قدر يجيب 10 اهداف، وكمان الراجل قدر انه يعمل 6 اسيستات، فعمل 16 مساهمه في الماتش اللي فات او الموسم اللي فات مع برايتون. بما فيهم ان الراجل ده اساسا هو اللي بيشوط ضربات الجزاء برضه، عشان يعني نكون منصفين، الراجل بيشوط ضربات جزاء مع فريق برايتون ومميز في ضربات الجزاء الصراحه. فالراجل كويس جدا على المستوى الهجومي وعلى مستوى ان هو يدي لك، وان انت حسمت صفقه ديلاب فبتجيب ده كمان معاه، فتمام في الحته الهجوميه الدنيا بالنسبه لك زي الفل. خصوصا ان انت بتحاول انك تلبس جاكسون لارسنال، وهنتكلم في النقطه ديت دلوقتي يعني. فبالتالي هجوميا الراجل كويس جدا. طيب ليه انت قلت لي ان في مشكله في الصفقه دي؟ مشكله جواو بيدرو زي ما اي مشكله لاعب برازيلي، العقليه. ممكن يلبس طرد عادي في ثانيه، ما عندوش فكره ان هو ممكن ياخد طرد في ثانيه، حرفيا عادي. واخد طرد الموسم اللي فات، مطرود مره، واخد 4 انذارات. فبالتالي هو مزاجنجي، اصابات برضو عنده شويه الاصابات موجوده شويه، فبالتالي ممكن يعمل لك مشاكل داخل غرفه خلع الملابس في الوقت اللي انت اصلا دي مشكله موجوده في فريق تشيلسي، ان اللعيبه كلها صغيره في السن. فانت كمان بتجيب واحد صغير في السن معاهم، فلو ده ما اتظبطش جوه غرفه خلع الملابس هيعمل لك مشاكل كتيره جدا جدا. لكن كصفقه فنيه هو صفقه فنيه كويسه جدا. انا مش عايز اكون بحبطك، انا بقول لك اهوت هو صفقه فنيه كويسه جدا. وانا بحب جواو بيدرو في الملعب، يعني انا عن نفسي بحب جواو بيدرو في الملعب. بس انا بقول لك ان هو عنده جزء تاني لازم برضو وانت عينك على الصفقه تكون انت رايح في الجزء دي. الجزئيه الثانيه وهي صفقه جيتنز او جيتنز زي ما كل واحد عاوز يقول، يعني في مراحلها النهائيه. دورتموند دلوقتي شغال ان هو يجيب البديل بالنسبه لدورتموند انه يكون موجود في الفريق، لكن هو الواد على مستوى ارضيه الملعب الواد تمام، الواد تمام، والدنيا بالنسبه له برضو زي الفل. برضو لاعب صغير في السن، اسمراني، ما انا قلت لك هي شغاله كده، صغير في السن واسمراني، عنده 20 سنه. الراجل ده مواليد 2004، فبالتالي انت بتتكلم على سنه صغير جدا جدا. الراجل ظهر الموسم اللي فات في الدوري الالماني على مستوى 32 مباراه، منهم 21 مباراه بداهم بشكل اساسي. متوسط دقائق اللعب هنا بقى تقدر تتكلم 56 دقيقه، فبرضه دقائق اقل مش كتير قوي، لكن على مستوى اللي عمله داخل ارضيه الملعب تمام. الراجل ده جايب 8 اجوال الموسم اللي فات، من اكسبكتد جول او اكس جي بالنسبه له في الموسم اللي فات كان 3.6. معنى كده ان الراجل ده بيعمل حاجات غير متوقعه.
الاكس جي بتاعه ان هو كان يجيب 3 اجوال، الراجل جايب 8. فالراجل كده بيقول لك ان هو يقدر ان هو يفيدك بشكل كويس جدا جدا على مستوى ارضيه الملعب. مش بس كده، ده هو كمان عامل 3 اسيستات، فالراجل برده على مستوى الاسيستات يعني تقدر تقول طالع ب 11 مساهمه في الموسم اللي فات، على الرغم ان هو ما كانش بيلعب المباريات كلها. انا قلت لك متوسط دقيقه لعبه 56 دقيقه، فبالتالي ما كانش بياخد المباراه 90 دقيقه، وده ممكن عشان صغر السن والخبرات اللي مش موجوده كتير قوي عنده. لكن على مستوى ارضيه الملعب برده الراجل تمام. مبدئيا هيكون افيد من اللي موجود عندك، يعني انت لما تكون بتتكلم عنه هيكون افيد من اللي موجود عندك، وهتكون نقطه مهمه جدا بالنسبه لك. الراجل بيلعب في الليفت وينج باك اللي انت ما عندكش حد فيها، اللي انت خلاص سانشو دفعت فلوس عشان ترجعه فريق مانشستر يونايتد تاني، وعندك كمان انت في نفس الوقت مدرك خلاص اتوقف 4 سنين، فانت ما عندكش حد في النقطه ديت. وممكن تبقى توظف مدويكي اللي بالمناسبه مش بعيد ان هو يمشي، توظف مدويكي. جو فيليكس رجع تاني، ميلان رجع اللاعب تاني، وده صفقه عامله زي البيع الرجعه. ما اعرفش تشيلسي جابوا اعاره مره ورجعه ورجع اشتراه تاني، ما اعرفش شافوا فيه ايه عشان يجيبه بصراحه. كل ما بيجي ما بيقدمش المردود الفني المطلوب منه، فبالتالي انت موجود عندك الصفقه الناحيه الشمال ديت فاضيه. فجيتنز صفقه كويسه، لكن زي ما قلت لك صغير في السن برضه، لكن الصفقه ماديا هي مرهقه. يعني الصفقه ديت ماديا هي مرهقه، ان انت بتدفع فيه تقريبا 65 مليون. وحسب الكلام اللي طلع من الصحفيين المقربين قال لك ان عدم اهتمام تشيلسي بجناح تاني ان هو يكون موجود خلى ان فريق دورتموند بيغني عليه من الاخر في السعر، فبيدفعك في لاعب عنده 20 سنه 65 مليون. ما علينا من موضوع ال 65 مليون والكلام ده كله، لان اللاعب اصلا كده كده قيمته السوقيه 49 مليون اساسا. لكن فكك خالص من الموضوع ده، مش بتاعنا احنا كجمهور يا جماعه. يعني احنا كجمهور مش فارق معانا، ما يدفع النادي يدفع عادي. انا مالي. انا بستغرب جدا الجماهير اللي بتتكلم في موضوع الفلوس. يا عم ما يدفع، ايه المشكله؟ المهم ان انت في الاخر يجيب لك صفقات، انت بتجيب لك صفقه خلاص، هو حر، هم اللي بيكسبوا مش الجماهير. فتعال نتكلم الناحيه الثانيه، ان انت مخلص في استيفاو كده كده موجود معاك، اللي هو الجناح الشمال بتاع بالميراس اللي كان بيلعب قدام النادي الاهلي، والواد متعب جدا على ارضيه الملعب بصراحه. فبالتالي دول الاثنين اللي انت جبتهم معاك في الميركاتو ده لمركز الجناح الشمال. واحد انت خلاص في المراحل النهائيه، واستيفاو خلاص كده كده موجود معاك. وهنا هنوصل لنقطه مهمه جدا جدا، هي النقطه اللي انا بدات لك بيها مع نقطه جواو بيدرو، وان لعيبه صغيره في السن. انت عمال بتخلص في لعيبه صغيره في السن. يا جماعه لما جيت اتفرج على التشكيله بتاعت ماتش الترجي اللي فاتت، كل اللعيبه تحت سن ال 25 سنه باستثناء لما تيجي تحسب كده معاك واحد زي داسبريال، وهو اساسا كده كده مش بيشارك، ونكونكو هو مش بيشارك. يعني هم دولت اللي موجودين معاك، وهم الاثنين اساسا مش بيشاركوا. فبالتالي انت لما تكون بتتكلم على اللعيبه كلها 22 سنه 23 سنه في الملعب، في لاعب 19 سنه، فانت بتتكلم على سن صغير جدا بالنسبه للفرقه. معدل الاعمار الصغير حلو بالنسبه للفريق، لكن في نفس الوقت لازم يكون معاك لعيبه كبيره موجوده داخل ارضيه الملعب. يعني موجود داخل ارضيه الملعب، موجود معاك لعيبه. دايما نسمع يقول لك غرفه خلع الملابس، يقول لك غرفه خلع الملابس. فانت محتاج لعيبه كبيره في الملعب، شوف برضه مع الصغر في السن، ومحتاج لعيبه كبيره في غرفه خلع الملابس. ففكره ان انت كله عمال بتشتري لعيبه شباب، ما هو تشيلسي مش فريق ناشئ، فانت بتكون له فريق جديد. تشيلسي فريق بطل، فبالتالي تعمل على تدعيم وانك تغير جدك، لكن في نفس الوقت يكون حد موجود في الملعب يدي اللعيبه دي التعليمات. لعيبه لما يحصل لك موقف صعب في الملعب تلاقي يكون حد موجود معاهم. دي نقطه بالنسبه لي غريبه جدا. لكن هو الميركاتو ماشي، تشيلسي بيشتري لعيب صغير واسمراني يبوظ منه يديه الارسنال، هو ده اللي ماشي عليه. وعلى ذكر كده ان طلعت اخبار هي هتغلط جماهير ارسنال اصلا، ان جاكسون هيروح فريق ارسنال. ده خبر يغلط. هو لاعب فشل مع تشيلسي بكل المقاييس، على الرغم من كل الحاجات اللي هو خدها وكل الفرص اللي هو خدها، لكن من وجهة نظري هو فشل مع تشيلسي. عنده مشاكل كتيرة جدا جدا بالكرة، والدليل انك لما رحت جبت ديلاب، الواد لما بينزل معاك انت باين بصمة. ديلاب صفقة ممتازة جدا جدا، ابجريد لجاكسون بشكل ممتاز، انك تروح تطلع من واحد زي جاكسون لديلاب. وانا يمكن عملت حلقه كامله على ديلاب اتكلمت فيها، لان ديلاب من اللعيبه الكويسه قوي قوي وكواليتي عالي قوي قوي، وهيدي لك ابجريد للفريق بشكل ممتاز. هيدي لك ابجريد بشكل ممتاز. وبالتالي لما تجيب ديلاب وتروح تجيب واحد زي جواو بيدرو، الاثنين يكونوا موجودين معاك، انت بتتكلم على ابجريد بالنسبه للفرقه. انت موصل الفرقه في حته ثانيه هجوميا، هتبقى احسن بشكل كبير جدا. عشان كده فريق تشيلسي حاليا بيسعى للتخلص من نكونكو، ويسعى للتخلص من نكونكو ان هو يروح فين؟ قال لك ان في كلام ان هو ممكن يروح فريق مانشستر يونايتد. ما هم ناقصين وشلل هم كمان، وتروح ان انت تخلص في مين؟ في جرناتشو، تجيب جرناتشو يكون موجود معاك. فهل جرناتشو ده صفقه ان تستحق ان هي تيجي فريق تشيلسي؟ ما هو عامل مشاكل للدنيا، وعدى عليه كذا واحد موجود في فريق مانشستر يونايتد من المدربين، مفيش. المدرب دخل قال له شوف لك نادي. يعني انت بتتكلم في حاجه خلاص ان ده مفقود فيه الامل، فانت مش هتروح تجيبه. كمان زي ما قلت لك ان انت مع لعيبه صغيره في السن، فده تجيبه هيخلق لك بيئه كمان انيل من البيئه اللي انت ممكن تبقى محطوط فيها. فبالتالي ما خلاص طلع لعيب زي ده المفروض ما يكونش
موجود في حساباتك كتشيلسي، وبالتالي ما اعتقدش ان فريق كبير ممكن عنده اداره فنيه كويسه جدا تروح تفكر ان هي تجيب حد زي ان ده يكون موجود في الفريق بتاعها. ليه هيكون موجود؟ ليه ما فيش اي حاجه تقول لك ان هو يكون موجود في الفرقه. لكن في نفس الكلام سانتوس، ماريسكا قال لك ان هو بيرجع معانا وسانتوس بيضغط ان هو يمشي، لكن ماريسكا قال لك ان هو بيشغل معانا بشكل كويس جدا، وقال لك انا شايفه شبه انزو فرنانديز، لعيب وسط هجومي مش وسط دفاعي، مش زي موزيس ولا زي لافيا. انا شايفه في الجزء الهجومي هيكون كويس جدا، فهو الراجل عنده وجهه نظر فيه. في نفس الوقت ان جواو فيليكس زي قلت لك رجع وهم بيسعوا للتخلص من جواو فيليكس، فبقول لك غالبا هيروح السعوديه، يعني غالبا هيروح السعوديه. في كلام ان هو ممكن يروح فريق نيوم في السعوديه، او ان هو ممكن يروح نادي النصر لو ما عرفوش ان هم يخلصوا في لويس دياز اللي هم بيحاولوا ان هم يخلصوه. وهنا نوصل عند الجزء المهم جدا، انت بتحاول انك تجيب في مركز الجناح وتحاول انك تجيب في المراكز الهجوميه. موضوع حارس المرمى لحد دلوقتي، موضوع حارس المرمى اتقفل من قبل كاس العالم للانديه. كان قبل كاس العالم للانديه انت كنت بتخلص في مانيانو، كنت هتجيب مانيانو كان يكون موجود معاك، وكان بصراحه يكون ابجريد كويس جدا جدا للناس اللي موجوده معاك، سواء يورجنسن او ان انت حتى بتتكلم على سانشيز، كان هيكون ابجريد بشكل كويس جدا وكنت بتجيبه من الميلان. الصفقه وقفت على مبلغ هايف، ما اعرفش فريق تشيلسي وقف الصفقه على ايه. طلع بعد كده كلام يربط اسم تشيلسي بمارتينيز، وان مارتينيز ممكن يكون موجود مع الفرقه، عشان يطلع النهارده خبر ان لا مارتينيز مش مهتم بالتعاقد خالص معاهم، وان لا ان تشيلسي مش في حسابات مارتينيز ولا مارتينيز في حسابات تشيلسي، وان الكلام اللي هو طالع ان مارتينيز اقرب لفريق مانشستر يونايتد عن فريق تشيلسي. فبالتالي انت بالتدعيمات اللي انت بتعملها وهتخش من غير حارس مرمى كويس الموسم الجاي، هتكون مشكله كبيره جدا زي ما كانت مشكله موجوده في الموسم اللي فات. هذا ما لدينا يا صديقي العزيز اليوم. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتك، اشوفك ان شاء الله في حلقه تانية، ممكن نطلع بحلقه بالليل ان شاء الله. ادينا اللايك، الاشتراك في القناه، فعل زر الجرس، اشوفك حلقه تانية جديده، والسلام عليكم.